السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة لقيتها كده في كتب الصوفية، وكنت عايز أسأل سؤال غشيم شوية برضه. وأنا بقرأ صادفني نص غبي بيقول لك إيه بقى؟ من إحدى كرامات سيد الشيخ، قبل ما أقرأ بس معرفش هو معكوس ولا لأ. ممكن يكون الكاميرا اليمين عكس الكلام، لأن دي إيدي اليمين ممكن تشوفها الشمال. ومنهم الشيخ أبو الحسن السكندري، ومدح بقى رضي الله عنه. كانوا انا عايز الكلمه بس اللي هي دي. دخل على اصحابه، ده كان من اصدقاء الشيخ عبد الرحيم الجناوي، ده من اصدقائه، احد المشايخ، زميل الشيخ عبد الرحيم الجناوي، وكان يخرج على اصحابه وبتاع. هنا بقى السر، الزتونه الصغيره بقى هي ايه؟ بيقول لهم ايه يعني؟ واحد شيخ رايح لشيخ، فشايف عنده ناس، فبيسالهم بقى السؤال بقى اللي يفهم بقى عشان اعرفهم ان انا واد ولد. فبقول لهم ايه؟ افيكم، ركز، افيكم من اذا اراد الله تعالى، من اذا اراد الله ان يحدث في العالم شيء، من فيكم اذا ربنا قرر يعمل حاجه في العالم حدثا اعلم به قبل حدوثه. بيقول لهم ايه؟ انت يا ابني انت وهو، من فيكم اللي لو ربنا قرر يعمل حاجه في العالم، حدث غريب، بيعرفوا بيه قبل ما يقع. قالوا له مفيش حد. قال لهم ابكوا على قلوب، استنى اجيب لك النص اهو، محجوبة عن الله. ابكوا على نفسكم، قلوب محجوبة. يعني انا عايز اعرف اي ولاية دي. يعني مثلا انا اؤمن بالكرامات، لكن هل في ولي بينزل عليه وحي؟ السؤال بقى اللي يطرح بطيخ، هل الاولياء عند الصوفية بينزل عليهم وحي؟ ما هو ربنا مش هيعرفك الحاجة دي، يعني حتى ما هو الشك او مثلا احساس ان ممكن تحصل حاجة، لا. مين فيكم اللي ربنا لو قرر انه يعمل حاجه في العالم بيعرفوا بيها قبل ما بتحصل؟ يا شيخ ابو الحسن السكندري، خلي بالك في زلزال بكره، خد بالك بقى، يعني انزل تحت السرير. عايزين نعرف هل الاولياء بينزل عليهم وحي؟ انا اؤمن بالاولياء، لكن عايز اعرف هل الولي بينزل عليه وحي؟ الحاجه اللي ما تخشش الدماغ بقى، ده دي كرامه. عايز كرامه خلع هدومها؟ خد اهو. عن سيدي مين؟ فمضى ابو طرطور. معلش بقى لو بتاع معكوسه ممكن تاخد سكرين وتعكسها انت بقى. صفحه 313 تقريبا، ده الجزء الثاني. ده الجزء الثاني، لا ده الجزء الاول، الجزء الثاني بعد منه. بقول لك ايه؟ واجرى الله على يد سيدي اسماعيل الكرامات، وكلمته البهائم، وكان يخبر انه يرى اللوح المحفوظ. انت متخيل؟ عارف يعني ايه ولي يطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني ده نبي بقى، ده نبي. هي الانبياء بتطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني انا عايز اعرف يعني ايه الفرق ما بين الولايه والنبوه؟ ده مفيش. يعني من شويه كان ربنا بيعرفه بالحاجه قبل ما تحصل، خد بالك. انا عايز اعرف دي ايه بقى. خد، عايز تاني اهو. يقول لك وكان إذا لبث ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغسل ولا لغيره. لما بيلبس عمامة على دماغه ما بيخلعهاش خالص، لا الغسل ولا الوضوء ولا لأي حاجة. ركن الوضوء وقع من عنده بقى. عايزين نعرف بقى يعني إيه ده إيه؟ السؤال اللي أقل من كده شوية، إيه الفايدة اللي حلت على الصوفية بطلب المدد من الأموات؟ أنا أعرف لو واحد بنى بيته بالطين وواحد بنى بيته بالأسمنت، لو حصل مطر او حصلت عاصفه، اللي بنى بيته بالطين هيقع. يبقى اللي بنى بيته بالاسمنت استفاد. انا عايز اعرف الصوفيه استفادت ايه، او ايه الميزه اللي اتميزت بيها بطلب المدد من الاموات؟ يعني ايه المدد؟ انت واحد كحيان، انت كحيان اللي بتقول مدد يا مولانا مدد لحد ميت، ايه الفايده اللي حلت عليك عن الشخص اللي جنبك اللي بيقول لك انا بقول مدد يا رب؟ انا عايز ايه الميزه؟ يعني عرفني. يعني بص يا باشا، لما واحد بيشتري حاجه ويقول لك انا اشتريت الحاجه دي لقيت فيها جايزه، بتشجعني ان انا اشتري زيك. فانا واحد كحيان برضو زي حالاتك، فانا عايز تدلني على الفايده اللي ايه اللي انت استفدتها. عرفني قول لي. خدها لا بحبح، تعالى لا بحبح. هقول لك انا لما بتقول مدد يا سيدي الحسين رضي الله عنه وارضاه بيحصل لك كذا، لما بتقول مدد يا حاج عوض كذا بيحصل لك كذا، بحيث ان انا اختار. يعني
او اقول مدد يا كلهم، يعني اجمعهم كلهم كده في مره واحده كده واقول. في المنشور اللي فات كنا بنقول ليه الصوفيه بيحتفلوا بمولد سيدنا الحسين رضي الله عنه دونا عن ابناء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ يعني انا راجل بقى عايز اترك الدين الاسلامي وعايز اتبع الدين الصوفي، في اله وفي نبي وفي ابن عم النبي وجوز بنته، خلف ابناء كتير. ما انت بتحتفل عباده لله، تقربا الى الله، ليه اخترت واحد دونا عن البقيه؟ وهل هو افضل من ابوه عليهم السلام جميعا؟ هل الحسين افضل من علي بن ابي طالب؟ طيب هل الحسين افضل من الحسن؟ يلا، انا ما عايز اعرف، انا عايز اتبع، عايز ابقى صوفي، عايز احلق دقني وابقى صوفي، لان التصوف الغالبيه ما بيعترفوش بيها. ليه؟ دي سنه مش فرض. يربيها ليه؟ تيجي تقول له يقول لك قال الشافعي انها، وتيجي تبحث في اقوال الشافعيه ما تلاقيش واحد من معاصرين الشافعيه هو اللي قال بكراهه حلقها. يا عم ده الرسول بيعملها، انت مش بتحب النبي؟ يعني المفروض انا بنهاك عن انك تذكر ربنا بالرأس، المفروض ان انا اقول لك اتبع الرسول، وانت بتقول انا بحب اهل البيت. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربي دقنه، امرنا بيها. الحسين رضي الله عنه كان مربي دقنه، الحسن اقرا في السيره هتعرف. علي بن ابي طالب كانت لحيته بتبان من ظهره كده ما شاء الله حاجه كده. ليه؟ يعني دايما تلاقيه املس كده ميحه خالص. ليه؟ يا عم دي سنه، ده مش فرض، هي سنه يا عم. طب تعالى على المولد، لا اصل الرسول شاف واحد يا عم انا بقول لك الرسول، تقول انت مش عارف مين؟ طب اقول لك على حاجه اكتر من كده، مش عارف اجيبها لك من التليفون. واحد لما نزلت منشور ليه الصوفيه بتحتفل بمولد الحسين رضي الله عنه وارضاه وما بتحتفلش بمولد الحسن، ونزلت سيره ابناء علي بن ابي طالب، ذكرت لك ابنائه. واحد بيقول لي انا اول مره اسمع عن الاسماء دي، انت ضلالي. ما هو مش معنى انك انت ما بتعرفش تطير فيبقى ما فيش حاجه اسمها طيران. يعني انت ما كنتش اتخيل ان في صوفيه واقعه كده عندهم آل البيت سيدنا الحسين وضريح السيده زينب، بس هم دول آل البيت، غير كده ما فيش. مع ان للحسين في مصر ولا السيده زينب نزلت مصر خالص. دلوني يعني وجهوني، قولوا لي يا جماعه بحبحاني احنا بنعمل 1 2 3، بنطلب المدد من سيدنا فلان عشان يدينا حاجه. الميزه الفرق ما بين طلب المدد من الولي وطلب المدد من الله مباشر، ايهما افضل؟ يلا انا عايز حد يقول لي بقى ايه افضل. واحد بيقول مدد يا رب على طول كده زي ما ربنا قال اني قريب، مش عايز واسطه، لا انت تقرب الى الله هات حد معاك وانت جاي. دماغي هتشت. يعني انا ده بعض الكرامات. وكان يمكث 40 يوما، دي كرامات مين؟ يقول لك دي كرامات مين؟ من فوق من فوق من فوق. ومنهم سيدي عبد القادر وسيدي احمد الرفاعي، فقال يا احمد مفتاح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بايدي. ده مين؟ ده سيدي عبد القادر. سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه بريء من الصوفيه، كان من اهل السنه. راحوا عملوا له ضريح. الشافعي، الامام الشافعي اللي قال ما يترفعش القبر عن شبر وذم الصوفيه، راح عملوا له ضريح. انت متخيل؟ يعني واحد يقول لك ما تقوليش سلام عليكم وانت معدي كل شويه سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. ايه ازاي يعني؟ ومنهم سيدي عبد القادر وسيدي احمد ابن الرفاعي، فقال اثنين يا احمد مفتاح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بايدينا، فاختر اي مفتاح شئت منهما. فقال لهما سيدي احمد رضي الله عنه، عيط من الخشوع يا اخي، لا حاجه لنا بمفاتيحكم، مش عايزين مفاتيحكم، ما اخذنا المفتاح الا من الفتاح. يعني انت ان كان معاكم مفتاح الاسرار فاحنا ما معناش مفتاح، الاسرار بتتفتح لوحدها. دي ولايه ايه دي؟ دي انهي ولايه دي؟ الناس اللي عايشه الهه على الارض دي بتتحكم في كل حاجه. القطب والغوث بيتحكموا في الكون عند الصوفيه. فلو انت صوفي وما تعرفش فده ذنبك مش ذنبي. يعني ما بيتحكموا في الكون، ايوه
بيوصلوا لمرحله يقولوا للشيء كن فيكون. يقول لك انت بتحبش الاولياء، انت بتشك في قدره ربنا. لا، انا بشك في قدره سيدك، لان في فرق ما بين المعجزه وفي فرق ما بين الولايه. انتوا ما عندكمش فرق خالص. الكرامه ممكن تبقى اعلى من المعجزه، عادي، شيء طبيعي يعني. فعشان ما نطولش الناس المحترمه تتضايق من كده، عايز اعرف اللي هو كده مين الولي اللي لما ربنا بيقرر يعمل حاجه في الكون بيعرفوا بيها قبل ما تحدث. عايزين نعرف. طيب حاجه احسن من كده، عايزين اجتماع لاولياء الصوفيه، كل واحد يطلع الكرامه اللي عنده وينفعوا بيها الدين. حلو. مش لهم كرامات؟ ولا الاولياء انقطعوا ولا موجودين في اكتر من 7000 طريقه، كل شيخ طريقه هو الولي بتاع الطريقه، هو ده مدد يا مولانا مدد، وضريح مستقبلي. في منهم اللي عملوا له المولد قبل ما يموت، ومنهم اللي لسه. عايزين اولياء التصوف يجتمعوا كده اجتماع وينفعوا الامه باي حاجه، يخلصونا من اي مشكله بتحصل للامه. قدس، فلسطين، خلصوها بقى يعني. يا ريت يعني ايه ننجز من العدو الصهيوني شويه. يعني ممكن اعمل كده يا عم، اتحكموا في امها. مش بتتحكموا؟ عايزين اي والي طيب يتحكم في الكون. اعمل حاجه واطلع قول انا اللي عملت كده يا جماعه يلا، وانا اول واحد همشي وراك كده. هقول لك مدد يا مولانا مدد. طيب انت اللي بتقول مدد، خلي سيدك ده يعمل حاجه للدنيا دي. طيب لا، انا هحط لك بتاع من هنا تطلع من هنا. انا استفدت ايه؟ انا كمسلم استفدت ايه؟ انا كواحد مش مسلم مثلا لما شفتك بتعمل كده، ايه الدين ده؟ بتتقرب الى الله وفي الاخر بلغوا له على صفحته، شتموه. اقسم بالله انا عندي شتايم استحي مش هقولها، انظر لها كده. انا واحد شتمني، يعني واحد بعت لي ريكورد سلام عليكم، فقلت ما دام قال سلام عليكم يبقى اكيد محترم، فبعت بعدها ريكورد. هو طبعا سلام عليكم بيوصلوا للبوت، لو انت بعت لي على الصفحه مش دي الثانيه، البوت بيرد عليك مرحبا يا محترم، قول رسالتك كامله عشان نقدر نرد عليك. فقال سلام عليكم، البوت رد عليه وانا شفت الرساله، كنت قاعد والدتي جنبي، فبعت ريكورد. فقلت اكيد بعت سلام عليكم يبقى اكيد محترم. بكابورت اتفتح بالام والاب والاخت انا بيسيبوا لي الدين عادي، دفاعا عن الدين بيسيبوا لي الدين. ليه؟ مش عارف ايه الدين ده دين ايه بالظبط؟ خلاص اللي عندي قلته ده. لا مش اللي عندي ده، اللي عندي النهارده. لسه الكتب كتير، لسه الكتب كتير في خطط الخرافه، ولسه احمد البدوي الرجل الملثم اللي كان برضه موجود منه هنا، اللي كان موجود، اللي قعد فوق المسجد 40 يوم مدلدل السبحه، اللي عايز يسلم عليه يلمسها، وده قاعد ايه ماسك عمال يسبح كده بيفر كده، وفي الاخر نزل عمل لا مؤاخذه حمام في المسجد. ليه؟ بيطهروا كان بيطهر المسجد من ولي بقى ولي. ده راجل ملثم لو نظرت في وشه تموت، فعشان كده ما كانش حد من كتر نوره. ده النبي ما عملهاش مع الصحابه، دي اخباره كتب معتمده. زي ما ده اللي هو الطبقات الكبرى الجزء الاول والثاني قال لك الكتاب موضوع، فيه بعض الموضوعات، في ناس وحشه ناس كخه، في ناس كخه خدوا الكتاب وحطوا لهم كرامات وحشه عشان الناس تكرههم. هو مين اصلا عشان يعملوا كده؟ يعني انا لو في كرامه مثلا بتقول واحد راح للسيد البدوي عنده مرض مش لاقيين له علاج، فجاء السيد البدوي، ده انا بقول مثلا، ده مش حقيقه، ممكن يكتبوها عادي يعني، فوضع يده على موضع الألم وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة فبرئ الرجل، خف. دي كرامة، رقوته شفاء من الله. سادة بدوي ادعي لي، فقال اللهم اشفه
فشفاه الله قبل أن يغادر. كرامة، دي كرامة فعلا. إنما تقول لي ابنها عبد العال الطور شاله على قرنه في العراق وهو في مش عارف فين حتة، مد ايده وهو في بلده راح جابه. ربنا قرب له. يا عم يا عم يا عم يا عم، ما تستخفوش بعقول الناس. والحياة كلها بقت كرامة، الدين كله بقى مولد وموالد. على فكرة دول متقسمين لأشكال وألوان، أشكال وألوان. يعني في منهم اللي هو بتاع الكتاب بيقرأ كتب وبتاع ومتبع الجماعة الأشعرية، ومنهم بتوع الموالد اللي لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا ولا يعرف أي حاجة، هو بس أكل عيشه مولد. هو مغني لكن طوروها شوية. يعني طور الأغنية سماها إيه؟ احنا بنمدح أهل البيت، احنا بنمدح الصالحين، احنا بنمدح ربنا. هو مغني هشك بشك وشخاليل، طبلة ومزمار وصاجات ورقاصة، بس لابسة جلابية مش لابسة قميص وبتاع وقلة أدب. لا، حاشا وماشا، مغني. ده أكل عيشه كده. لما عملت عنه فيديو أقسم بالله ابنه سبل الدين، أقسم بالله ابنه سبل الدين. خليك في حالك، أنت مالك؟ بقول له هو ده التصوف. قال لي ديكك وديك التصوف، بس قالها بالطريقة الصحيحة، يلعن كذا وكذا. يعني مش فارقه معاه لا دين ولا تصوف، ده اكل عيش، ده مغني. الليله بيروحها ب 6000 جنيه. صبرا صبرا، هجيب لكم فيديو وانا بكلمه وبعزمه على طهور ابني. امتى يا شيخ؟ في اليوم الفلاني. بكام يا شيخ؟ بقد كده. رزق اكل عيش. طب يا عم اعمله باسم الاغنيه، كاتب لي على صفحك الشيخ الفلاني. شيخ مين؟ شيخ مين؟ ما تعمل نفسك الفنان الفلاني وغني براحتك واعمل اللي انت عايزه براحتك. على الاقل بتبقى عارف انك بتعمل حاجه حرام. سعد الصغير في البتاع اللي كان طالع المنشور ده بيعاتب نفسه بتلومه. ودي حاجه كويسه انك تلاقي نفسك كده حاسس انك بتعمل حاجه حرام. اغلب المغنيين والممثلين بتقول لك يا رب توب عليا، لكن دول ده شيخ، انت بتعادي الشيخ وساعه ما يتكلم في الدين تلاقيه لا مؤاخذه برجع. مفيش خالص. شيخ مين؟ فين الشيخ ده؟ اغاني، دينه اغاني. هو دينه بس ايه بقى؟ هو لما قلنا لهم احنا عايزين حد يكلمنا بالقران والسنه، لا مش طبعا ده مش القران والسنه، ده كتاب بتاع عايزين القران والسنه، راحوا عملوا لك الطريقه السنيه النبويه. انا كده اقتنعت، انا كده اقتنعت ان هي صح. لما سميت الطريقه بتاعتك من الطريقه العوضيه للطريقه السنيه انا كده اقتنعت. فين الدين؟ فين الدين؟ فين الاتباع؟ انتوا وهابيين وحشين. يا عم ايه علاقه الوهابيين بالدين؟ ايه علاقه الصوفيين؟ انا عايزك انت كمسلم قدمت ايه لدينك؟ بتصلي؟ ماشي يا عم شكرا. بتحفظ القران؟ ماشي يا عم شكرا. بتروح موالد؟ بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه في المولد؟ بترقص. مدد. طب اللي انت بتعمله المولد ده حضر مولد؟ لا. اتحداك تجيب لي دليل ان سيدنا الحسين رضي الله عنه حضر مولد او امر بالمولد او جاب كلمه مولد. ده كلمه ضريح مش موجوده في الاسلام. كلمه ضريح مش موجوده في الاسلام. يبقى انت عملت ضريح ليه يا بحبح؟ انت شايف التعليقات ولا لا؟ شايف التعليقات بس ما بقراهاش والله. يعني لا يؤمنون، لا بيؤمنوا بالقران والسنه، بيؤمنوا بالقران والسنه بس يبقى عندهم تاويلات غريبه. يعني عادي اللي خلاهم يقولوا ابو لهب احتفل بمولد النبي، فده دليل ان احنا نحتفل. انت متخيل؟ اسنادهم ابو لهب، فيعني هيدور على اي ثغره في اي مكان. دليل الرأس. واحده رقاصه كانت بتشرح للناس حديث الحبشه. هي منشده اسمها شيخه، لكن في الواقع في الحقيقه رقاصه. انثى واحده فقط ما بين 300 400 500 راجل، وهي الوحيده اللي ست واقفه ماسكه المايك كده ولابسه الجيبه والبلوزه وعماله مدد مش عارف ايه. لا احنا كده احنا مدد يا ستنا الشيخ، رقاصه. ولما قالوا لها الحلال والحرام قالت حديث الحبشه. ما صحت حديث لعن الله اليهود والنصارى. حديث صحيح، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه. احبك الله استاذ عبد الله. طب يا جماعه عشان ما اطولش عليكم سامحوني، غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.